بيبدأ الفيلم مع الضابط كبير، واللي معروف عنه انه من اكفأ الضباط في الهند، وبنشوفه وهو نازل من الطيارة وبيكون مستنيه الضابط خالد، وبنعرف ان حلم حياته انه يشتغل مع كبير وينفذ معاه المهمات. وبيروح هو والقائد لوسر عشان يقابله كبير، وبيقول له خالد هينضم لفريقك في المهمة الجاية لانه عايز يتدرب تحت ايدك. فبيقول له ما ينفعش، انا ممكن اختار اي ضابط في الهند كلها ما عدا ده. فبيقول له لوسر خالد اثبت كفاءته وبين للكل انه الافضل من بين زمايله، انت ليه مش عايزه معاك؟ فقال له انت عارف ان والده كان خاين، وكمان ضرب عليا رصاصتين في مكان خطير جدا وكنت هموت. ده طبعا غير انه خلص على زميلي وصديق عمري قدام عيني. اسمعني كويس، انا خلصت على ابوك بايدي لان دي نهاية كل خاين، فانا ايه اللي يخليني اضم ابن الخاين لفريقي؟ فبيرد خالد وبيقول له كل كلامك صح، ابويا كان خاين بس ما تنساش ان انا وامي اللي بلغنا عليه، ولو ما كناش عملنا كده كان خلص عليك. انا وامي ضحينا بابويا عشان بنحب البلد دي اكتر من اي حد مهما كان. فبيقول لوسر لخالد سيبنا لوحدنا دلوقتي، وبيقول لكبير خالد شجاع جدا وبيحب بلده فوق ما تتخيل، يا ريت تفكر كويس. وقبل ما يمشي بيوافق كبير لكن بشرط ان خالد ما يغلطش اي غلطة. وبنشوف ان المهمة اللي كبير شغال عليها هو القبض على ارهابي خطير اسمه رضوان الياسي، وده اكبر عدو للهند، والسنة اللي فاتت كان السبب في انفجار كبير ومات فيه ارواح كتير جدا. واللي اعلن المسؤولية عن الحادث شخص اسمه بشير، وده شغال مع رضوان، ولو مسكناه كده هنوصل لرضوان بسهولة. وبيوجه كلامه لخالد وبيقول له لو اي حد عمل تصرف غلط وبوظ المهمة هعتبره عدو وهخلص عليه. وبعد ما بيدي تعليماته الاخيرة للفريق بيسافروا العراق عشان يقبضوا على بشير، وبيقف كبير وسط الناس وبيعرف انهم هيعاقبوا الست دي بالرجم قدام الكل، فما بيستحملش اللي بيحصل وبيطلع سلاحه وبيخلص على قائدهم، فبيدوله علقة موت لحد ما بيكسروه. وبيجيله بشير وبيعرف انه ضابط هندي وبيقول له انت جاي بقى عشان تقبض عليا؟ فقال له انا مش عاوزك انت، انا عاوز زعيمك رضوان. فبيضحك على كلامه وبيقول له هتقبض على رضوان ازاي؟ فقال له كلها 3 دقايق ورجالتي هيجوا ينقذوني. فقال له انا كسرت شريحة التتبع اللي كانت معاك فمستحيل يعرفوا مكانك. فبيقول له انت كسرت واحدة ونسيت التانية، وبيطلع الشريحة التانية من بقه. ووقتها بيوصل خالد بالعربية المصفحة وبيفتح النار على كل اللي يقابله وبيخلص عليهم واحد واحد، وبيقدر ينط من العربية على آخر لحظة قبل ما تنفجر، وبيكمل على اللي باقي من رجالة بشير. وقبل ما واحد يخلص عليه بيلحقه كبير في الوقت المناسب، ولما بيروح يواجه بشير بيلاقي ان مفيش حاجة بتأثر فيه وهو من ضربة واحدة بيوقعه. ولما بيواجهه كبير بيتضرب هو كمان، فبيقرروا يتحدوا مع بعض عشان يهزموه، وفعلا بيقدروا يخلصوا عليه. وبالليل بيجتمع الفريق في المعسكر وهم فرحانين بالإنجاز اللي عملوه. ووقتها بتيجي والدة خالد عشان تطمن عليه، وبيفرح جدا أول ما بيشوفها وبيقول لها وعدك إن أخليكي فخورة بيا دايما. وبينادي كبير على خالد عشان يروح له على المكتب. ولما بتشوفه والدة خالد بتتضايق لأنها عارفة إن ده اللي قتل جوزها. ولما بتمشي بيروح لكبير فبيقول له أنت أخطأت هدفك كذا مرة في المهمة، بشير كان على يمينك وأنت ما كنتش شايفه، والغلطة دي تخليني أخرجك من الفريق بدون تفكير، لأن الفريق ده هو عيلتي وأنا مش هسمح لأي حد يغلط ويعرض حياتهم للخطر، عشان كده أنت من النهاردة مش معانا. فبيتصدم خالد من كلامه وبيقول له لما كنت في المدرسة وأنا صغير العيال كانوا بيضربوني عشان أبويا خاين، ومن كتر الضرب على عين اليمين اتأثرت، ومن وقتها وأنا مش بشوف بيها كويس، اتكسرت وثقتي في نفسي اتهزت. بس والدتي وقفت جنبي وساعدتني وقالت لي أنت لازم تثبت لهم إنك قد المسؤولية ومش خاين، وأنا بطلب منك تديني فرصة تانية وأوعدك إن مش هغلط ولا غلطة. فبيقول أنا كنت متأكد لحد آخر لحظة إنك خاين ودم أبوك بيجري في عروقك، ولما تيجي اللحظة المناسبة هتظهر وشك الحقيقي، بس أنت أثبتت لي إن دم والدتك هو اللي بيجري في عروقك. أنا أول مرة أبقى فخور إن طلعت غلطان، وأهلا بيك في الفريق من تاني. فبيفرح خالد جدا من كلامه وبيطلعوا يرقصوا ويحتفلوا مع باقي الفريق. ولما الحفلة بتخلص بتجيلهم رسالة من القائد لوسر، ولما بيروحوا بيقول لهم موت بشير خلى رضوان يخرج من المخبأ بتاعه، وهو حاليا موجود في الهند وهيفضل فيها يوم واحد، ودي أحسن فرصة عشان نقبض عليه. أنا هبلغ الوزارة دلوقتي بتنفيذ العملية. فبيقول له كبير لا، أنا عاوز العملية دي تكون سرية، لأن في كل مرة بنهجم على رضوان بيكون عارف قبلها ومجهز خطة للهروب. ممكن حد من الوزراء يكون خاين وبيبلغه بالمعلومات، أو ممكن حد من رجالتي خاين، عشان كده أنا مش هثق في أي حد من الفريق، وكل اللي معاه تليفون يطلعه. وفعلا كلهم بيسلموا تليفوناتهم لكبير وبيحطوا الخطة المناسبة بعد ما عرفوا المكان اللي هيكون رضوان متواجد فيه، وكل واحد من فريق كبير بياخد مكانه. وأول ما بيخرج رضوان من عربيته بيهجم كبير وفريقه على رضوان ورجالته وبيرفعوا عليهم السلاح، وبيرفع كبير سلاحه على رضوان وبيقول له انت النهارده هتتغدى في السجن. فبيستهزأ بكلامه وبيقول له انتوا بقالكوا سنين بتحاولوا تقبضوا عليا وهتفضلوا تحاولوا للأبد وبرضه مش هتعرفوا. فبيقول له انت وقعت في ايدي خلاص ومفيش مفر المرة دي. فقال له طب اسأل فريقك كده هم موافقين ولا لا. فبيبص كبير لفريقه عشان يعرف مين الخاين، وبيتفاجئ انه اكتر واحد كان بيثق فيه واسمه سراب،
وقبل ما يخلص على كبير بيطير خالد وبياخد الطلقة مكانه، وبيحصل تبادل ضرب النار وبيموت عدد كبير من ناحيتين. وبيحاول سراب انه يهرب بسرعة، لكن خالد بيطلع وراه بأقصى سرعة، ومع ان كبير بيطلب منه يرجع الا انه بيصمم يجيبه. وبيفضل كبير لوحده في مواجهة رضوان ورجالته، وبيقدر يخلص عليهم بكل احترافية. وبيروح لرضوان عشان يقبض عليه، لكن بيتضرب عليه رصاصة من واحد من رجالة رضوان وبيقع على الأرض، وبيشوفه بيهرب قدامه وهو مش قادر يعمل حاجة. وبعد مرور أسبوع بيفوق في المستشفى بعد ما تم إنقاذ حياته، وبيقوم عشان يشوف باقي فريقه اللي ماتوا، وبيكون حزين عليهم جدا. ولما سأل على خالد بيقول له لوسر إنهم فقدوا أثره، ولحد دلوقتي مش عارفين مكانه. فقال له أنا واثق في قدرات خالد ومتأكد إنه يقدر يتعامل مع سراب، انتوا لازم تدوروا على خالد في كل مكان. وفعلا بعد بحث طويل بتلاقي الشرطة مرمي على الشط، وبياخدوه للمستشفى وهو كله إصابات خطيرة. ولما بيروح كبير عشان يزوره بيقول له أنا قدرت أخلص على سراب، فقال له أنا فخور بيك، وأهم حاجة إنك تقوم بالسلامة. وبعد فترة بيكون كبير في مهمة لتصفية إرهابي، وكان بيتابع مع القائد ناندو، لكن بدل ما يخلص على هدف بيوجه سلاحه ناحية ناندو وبيخلص عليه، وبكده يبقى كبير هو الخاين. ولما بيوصل الخبر الوزارة بيتجنن لوسر من اللي حصل، وبيقول للوزيرة كبير أصبح خاين لبلده واشترك مع الإرهابيين. فبتقول له احنا لازم نخلص على كبير في أسرع وقت. فبيقرر لوسر يسلم المهمة لخالد، واللي بيكون في الوقت ده في مهمة جديدة في إيطاليا، وبيهجم على عصابة مخدرات وبيواجههم لوحده، وبيفضل يضرب فيهم بكل قوته لحد ما بيخلص عليهم بالكامل. ولما بيرجع بيروح اجتماع مع لوسر وباقي الضباط، وبيقول لهم كبير مزور 7 جوازات سفر، واحنا حاليا مش عارفين هو فين، بس انا متأكد انه هيرجع الهند. فبيقول له خالد انت نسيت تسأل السؤال المهم، ليه كبير يخون بلده ويعمل كل ده؟ ده كان القائد بتاعنا ونفذ عمليات كتير عشان يحمي البلد. فبيقول له لوسر اكيد هنعرف في يوم من الايام، وبيسلم المهمة لظابط تاني. فبيعترض خالد وبيقول له انا اكتر واحد عارف كبير وعارف بيفكر ازاي. فقال له بس انت بتحبه وبتعتبره مثلك الاعلى. فقال له مش هحبه اكتر من بلدي، ولو لقيته هخلص عليه بدون اي تردد. ولما بيرجع مكتبه بيفضل يفكر هيعمل ايه، ووقتها بيكلمه كبير، فبيشغل اجهزة التتبع عشان يحدد مكانه. لكن كبير بيكون عارف وبيقول انا كنت ضابط سابق وعارف كل اللي بتعمله، لكن صدقني مفيش اي فايدة. فبيقول انا مش مصدق انك تخون البلد وتقتل القائد ناندو بسهولة كده. فقال له ناندو كان اول واحد في قائمتي ولسه في غيره كتير. فقال له مش هتلحق لان هوصلك وهجيبك. فقال له بالتوفيق، بس ما تنساش اوعى تتردد واضرب النار عليا لو جاتلك الفرصة، لانك لو ما عملتش كده انا اللي هقتلك. وبيقفل في وشه. وبنشوف بعدها طيارة حربية تابعة للجيش، وبيكون كبير راكب طيارة صغيرة وماشي وراهم، وفي اللحظة المناسبة بينط على الطيارة وبيقتحمها، وبيضرب كل الضباط اللي موجودة فيها وبيخلص على أي حد يقف قدامه، وبيرمي الضابط ده من الطيارة، وبالغلط بيجي سلاح في المحرك وبتكون على وشك إنها تنفجر. وبيكون كبير في مواجهة مع الضابط شروف، وده اللي كبير جاي عشانه، وبيقدر فعلا يخلص عليه، وبينزل بالباراشوت قبل ما الطيارة تنفجر. وبنشوف القائد لوسر وهو هيتجنن بعد ما عرف اللي كبير عمله، وبيفضل يسأل نفسه هو ليه بيعمل كل ده. بعدها بيروح خالد يركب المترو، وبيتفاجئ ان كبير موجود وراه، وقبل ما يطلع سلاحه بيقول له ما ينفعش تعمل كده، في ناس بريئة في المكان، ونصيحة مني بلاش تطاردني، انت اكيد مش عاوز امك تشوفك ميت. فقال له ما اقدرش اشوف الفساد والخيانة قدامي واسكت، وخصوصا لما تكون ضد البلد. فقال له قدامك خيارين اختار منهم واحد، يا اما اقول لك انا ليه بخون البلد وبقتل ضباط معينة، يا اما اقول لك مين الضابط التالت اللي عليه الدور. فبيفضل يفكر وبيكون محتار يختار ايه، ووقتها بيلاقيه اختفى فجأة من قدامه. ولما بينزل عشان يدور عليه بيتفاجئ انه لسه موجود في المترو، وما بيلحقش خالد يدخل له، وبيحط له كبير ورقة على الازاز فيها اسم الضحية اللي عليه الدور واسمه دكتور أودبل. وعشان نعرف كبير بيعمل كل ده ليه هنرجع بالزمن لورا 6 شهور فاتوا، ووقت ما كان كبير بيحاول يوصل لرضوان، وقدر فعلا يوصل لواحد من رجالته اسمه فيروز، واتصنت على مكالمته وعرف ان في 4 ضباط من الجيش الهندي شغالين مع رضوان، لكنه لسه ما كانش عارف اساميهم او اشكالهم. ورضوان كان دايما بيهرب من كبير بسبب ال4 ضباط دول، ده غير انه عرف ان رضوان بيخطط يضرب قاعدة من قواعد الجيش وبيصنع صاروخ هيضرب بيه القمر الصناعي، واللي بيعرف الجيش الهندي من خلاله ان في عدو جاي عليهم. فبيقرر كبير انه لازم يخلص على كل اللي متورط مع رضوان، لكن المشكلة انه ما يقدرش يتهم اي ضابط بدون دليل. وبيروح لواحدة صاحبته اسمها نينا، وبيقول لها انها تروح لفيروز وتحاول تغريه وتسرق من جهازه ملف للخونة اللي بيساعدوه، لكن نينا بتبقى خايفة وبتقول له لو فيروز كشفنا هيخلص عليا، وانا خايفة عشان بنتي لازم اربيها. فقال لها ما تقلقيش انا هحميكي وهكون معاكي طول الوقت، وحتى لو حصل لك حاجة فبنتك ملزومة مني لاخر يوم في عمري. وفعلا بتوافق وبتروح الفندق اللي فيروز قاعد فيه، واول ما بيشوفها بيعجب بها جدا وبياخدها للجناح بتاعه. فبتستغل الفرصة وبتروح بسرعة لللابتوب وبتحط الفلاش عشان تنسخ كل البيانات اللي عليه. وفي نفس الوقت بيكون كبير مراقب بالمنظار من بعيد، وبتجيله مكالمة من القائد لوسر وبيسأله عن الوضع، فبيعرفوا ان نينا هتسرق المعلومات وهتبعتها له. ولما بيقفل معاه بتجيله مكالمة من المساعدة بتاعته
وبتقول أنا اكتشفت حاجة مهمة جدا. رضوان كان بيروح لأكبر دكتور تجميل في العالم، وقدرت تحصل على فيديوهين لازم تشوفهم، وفي واحد منهم كان لفيروز وهو بيتكلم مع الدكتورة، وكانت بتكلمه على إنه رضوان وبتسأله على وشه الجديد، وبنعرف إن رضوان بيخلي الدكتورة تعمل له عملية تجميل وبتغير ملامح وشه في كل مرة عشان يمشي وسط الناس ومحدش يعرفه. فبيتصدم كبير من المعلومات اللي بيسمعها وبيتأكد إن فيروز هو رضوان. أما نينا فبتروح عشان تاخد الفلاشة لكنها مش بتلاقيها، وبيقدر فيروز يكشفها بكل سهولة. ولما بيعرف كبير اللي بيحصل بيجري بأقصى سرعة عشان يلحقها، لكنه بيتصدم لما بيشوفها مرمية على الأرض ميتة قدامه. ورضوان ركب الطيارة وهرب، وبيكون كبير حزين جدا على موت صديقة عمره، وبيعزل نفسه عن العالم كام يوم لحد ما المساعدة بتاعته بتكلمه. فبيقول لها أنا فضلت أفكر واكتشفت إن مفيش غير القائد لوسر هو اللي كان عارف المهمة، عشان كده عاوزك تتجسسي على سجل مكالماته وتشوفي بيكلم مين. وفعلا بتبدأ في تنفيذ الأوامر، وقدرت تعرف إن القائد ناندو هو اللي اتصل بالقائد لوسر. ولما كبير بيتأكد بيروح يضرب ناندو بالنار في كتفه، وبيقول له عرفني أسماء ال3 ضباط وهسيبك تعيش. فقال له معرفش غير الضابط شروف، فبيخلص عليه زي ما شفنا، وبيروح للضابط شروف، وقبل ما يموته بيعرف المتورط الثالث وهو دكتور أودبل، وده اللي معاه بيانات الصاروخ اللي هيتضرب على القمر الصناعي. لكن خالد بيوصل له وبيقول له انت حياتك في خطر ولازم تيجي معانا عشان نوصلك لمكان آمن. وفعلا بيسمع كلامه، لكن بيقابلهم كبير وبيضرب العربيات بRPG، وبيروح لأودبل وبيسأله فين رضوان ومين الضابط الرابع، فقال له معرفش عنه حاجة، فبيديله بالقلم. فقال له صدقني الضابط الرابع محدش يعرف هو مين غير رضوان، صدقني انا معرفش مكان رضوان فين. في نفس الوقت بيفوق خالد وبيضرب نار على كبير، لكنه بيحط أودبل قدامه عشان يموت، وبيسرق الهارد اللي عليه بيانات الصاروخ وبيركب الموتوسيكل وبيهرب. لكن خالد بيروح يطارده في كل مكان لحد ما بيوصلوا المدينة، وبعد مطاردة طويلة ومثيرة بيقدر كبير يهرب منه بصعوبة. فبيتعصب لوسر جدا من خالد، وقال له كبير كان قدامك مرتين ومعرفتش تمسكه، انت طلعت فاشل ومش قد المسؤولية، عشان كده انا هسلم المهمة لساني. فبيمشي خالد وهو متعصب جدا. وبعد شوية بيعرف ان كبير كان بيراقب فيروز اللي شغال مع رضوان، وعرف ليه كبير بيعمل كده وبيقتل ضباط معينة. وبيعرف كمان ان نينا كان عندها بنت، والبنت دي حاليا في حضانة كبير، فبيروح لها عشان توصله لكبير، واللي اول ما بيشوفه كان هيخرج سلاحه. فبيقول له ما ينفعش تعمل كده قدام البنت، تعال نروح مكان تاني نتكلم براحتنا. لكن فجأة وهم بيتكلموا بتهاجمهم قوات وبيضربوا عليهم نار، فبيتحدوا مع بعض وبيقدروا يخلصوا عليهم بكل احترافية. وبعدها بيروحوا للمساعدة بتاعت كبير وبيديها الهارد عشان تعرف اللي موجود عليه، وفعلا بتقدر تعرف كل حاجة. وبتقول لهم الهارد ده هيستخدم في توجيه الصاروخ على القمر الصناعي الخاص بالجيش الهندي، ولو القمر اتدمر فالجيش هيكون بدون حماية ومش هيعرفوا ان كان فيه هجوم جاي عليهم ولا لا. لكن من حسن الحظ انهم من غير الهارد ده مش هيعرفوا يعملوا اي حاجة. فبياخد كبير الهارد وبيديه لخالد وبيقول له خليه معاك، وبيركبوا هما الاتنين المركب وبيشربوا وبيحتفلوا ان كبير ما طلعش خاين. لكن خالد ما بيرضاش يشرب، وبنشوف ان المشروب كان فيه سم، وكبير بتظهر عليه الاعراض فورا وبيفضل يتألم. فبيقول له خالد عرفت مين الضابط الرابع؟ انا اللي انت بتدور عليه، او بالاصح سراب، لان خالد مات من زمان. وبيحكي له ان خالد لما كان بيطارد سراب قدر يمسكه عند الشط وكان هيخلص عليه، لكن رضوان ضرب عليه نار وموته. ووقتها جات له فكرة انه يخلي دكتورة التجميل تحط وش خالد على جسم سراب عشان يشتغل وسط الجيش على انه خالد ويسرب المعلومات اللي محتاجينها. وفعلا العملية بتنجح وسراب بيعيش بوش خالد، وكمان ظبطوا الأحبال الصوتية عشان يبقى زي صوت خالد بالظبط، وهم اللي حطوا سراب على الشط عشان الجيش لما يلاقوه ياخدوه ويودوه للمستشفى. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ وبيكون كبير مش مستوعب ولا مصدق اللي بيسمعه، فبيقول له شوية ومش هتحس بحاجة وهتموت، وبيشيله وبيرميه في المية. وبيروح لرضوان في السفينة واللي موجود عليها الصاروخ اللي هيضرب القمر الصناعي، ورجالة رضوان بيحطوا الهارد وبيفعلوا الصاروخ وبيوجهوه على الهدف، وفعلا بيشغلوا العد التنازلي، وفي خلال 10 دقايق هيكون القمر الصناعي اتدمر بالكامل. لكن فجأة بيظهر كبير وبيطلع السفينة وبيواجه رجالة رضوان وبيخلص على كل اللي يقابله، ومحدش قادر يقف قدامه. وبيتصدم سراب لما بيشوفه وبيسأله انت ازاي لسه عايش؟ انا متأكد انك ميت. فقال انا اصلا ما كنتش واثق فيك من الاول، وتعالى اما اقول لك على اللي حصل. فاكر لما اتضرب علينا نار واحنا في المخبأ بتاعي؟ انت قدرت تشوف ضرب النار بعينك اليمين، وخالد اصلا مش بيشوف كويس بعينه اليمين، ففهمت ان في حاجة غلط. وبما ان رضوان غير وشه قبل كده فليه ما يكونش عمل كده مع سراب، خصوصا ان الجيش ما لقاش اثر لجثته لحد دلوقتي. ولما كنا عند المساعدة بتاعتك اكتشفت ان في ازازة سم اتسرقت من الوحدة بتاعة الجيش، فطلبت منها تجيب مصل مضاد للسم اللي انت حطيته في المشروب، عشان كده ما اثرش فيا. ده غير ان حطيت جهاز تتبع في الهارد اللي اديتهولك عشان اعرف مكانكم. ايه رايك بقى؟ فقال له ماشي، بس انت اتاخرت لان الصاروخ فاضله دقايق وهيتضرب. وفعلا الصاروخ بينطلق عشان يضرب القمر الصناعي، لكن فجاه بيغير اتجاهه وبيتجه للسفينه اللي هم فيها،
فبيمسك كبير رضوان وبيقول له سراب ارمي سلاحك بدل ما اخلص عليه، فبيديله هو طلقه وبيقول له مش فارق معايا يعيش ولا يموت، وبيطلع يجري عشان يركب العربيه ويهرب من السفينه. وبيقدر كبير يهرب هو كمان على اخر لحظه، وبتحصل بينهم مطارده طويله ومثيره. ولما بيوصل له بيفضل سراب يضرب فيه بكل قوته لحد ما بيكسره وكان هيخلص عليه، وبيكون واضح انه مش قادر يستحمل، لكنه بيفوق من تاني وبيرد له الضربات بكل قوه لحد ما بيدمره وبيوقع عليه السقاله، وبيقدر اخيرا يخلص منه للابد، والمكان بيتدمر عليه. ولما بيقابل لوثر بيحكي له الحقيقه اللي كانت غايبه عنه، فقال له انت فعلا بطل. فقال له لا، البطل الحقيقي هو خالد اللي ضحى بحياته عشاني. وفعلا بيتم تكريم خالد ووالدته بتبقى فخوره بيه جدا. وبعد كام يوم بيكون كبير بيغير جو في استراليا مع بنت نينا، والقائد لوثر بيتصل بيه وبيقول له جهز نفسك عشان المهمه الجديده. فقال له انا جاهز. وده اللي هنعرفه الجزء الجاي، واللي هيكون اقوى من ده بكتير. اتمنى لو عجبك الملخص ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.